السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أكلات على كيفك. وصفتنا النهاردة حكايتها حكاية، كل جزء فيها له قصة وله رواية. هتاكل منها قطمة هتتجنن، أي حد يجي ياكل منها هتقوله يحنن. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكنالوني الكذاب. يلا بينا بقى نشوف المقادير والطريقة. يلا بينا. انا حبيت اسمي وصفة النهاردة بالاسم ده لان احنا مش هنستخدم اي عجاين خالص، مش هنعمل عجينة نهائيا. احنا هنستخدم المكرونة اللي هي مكرونة الكنالوني. متوفرة جدا في اي سوبر ماركت، ممكن تلاقوه، سعرها في متناول اليد، مش غالية خالص. في منها المستورد وفي منها المصري. المصري برضو نوع حلو مش وحش. بالنسبة لحشوة اللحمة انا خلاص نزلتها في فيديو لوحده وعملناها. هعمل بقى الصوص الشيدر. انا هسيبها طبعا متغطيه وبعد ما فتتها شويه لغايه لما اعمل صوص الشيدر. 8 كيلو من الشيدر، وعندي الزبده والزيت، وثلاث معالق كبار من الدقيق، معلقه كبيره فلفل بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، الثوم باودر نص معلقه، وربع معلقه من الملح. في حله بقى على النار هنزل الزبده مع الزيت، وبعد كده هنزل الدقيق واديله تقلبتين كده شويه، بحيث ان انا عايزه ان الدقيق كده يطلع له ريحته كده ولونه يتغير. يعني هسيبه لغايه لما يستوي شويه، طبعا على نار هاديه، ما معليش النار عشان ما يتحرقش مني الدقيق، وطبعا وانا بقلب باستمرار. مفيش شوربه خالص، انا مش هستخدم شوربه خالص لان ده مش بشاميل عادي، ده صوص الشيدر. فانا هستخدم لبن. انا طبعا غاليه اللبن، واللبن سخن هنزله عليه. عايزين تستخدموا اللبن ساقع زي ما انتوا حابين، بس انا بفضل ان اللبن يكون سخن لما بنزله على الدقيق وهو سخن علشان ما يكلكعش مني. بعد كده هنزل البهارات اللي عندي كلها كده مره واحده. طبعا احنا مش حاطين ملح كتير علشان الجبنه، فعشان ما يبقاش مملح قوي، فحلو قوي الربع معلقه بس لتعزيز النكهه مش اكتر. وهننزل بقى اللبن، وانا عايزه القوام يكون خفيف ما يكونش تقيل قوي. طيب بالنسبه للمكرونه فهي ليها طريقتين. ممكن ان احنا زي ما مكتوب في العلبه ان احنا نحطها في ميه مغليه لمده 5 دقايق، يعني نسيب الميه تغلي بعد كده ننزل المكرونه لمده 5 دقايق، وبعد كده نطلعها على طول على ميه ساقعه. خلي بالكم عشان ما تتهريش مننا، وبعد كده نبقى نحشيها. والطريقه التانية ان احنا نسويها على طول في الفرن من غير لما نديها ال5 دقايق السلقه. طبعا براحتكم، ده اختياري زي ما انتوا حابين. انا ما سلقتهاش، انا هدخلها في الفرن على طول. في الحاله دي طبعا احنا هنزود الدقيق، يعني هنخليهم 5 معالق دقيق، وهنزود طبعا الزبده لان انا هبقى محتاجه صوص كتير علشان تستوي براحتها فيه، لان انا مش مدياها اي سوى خالص من فوق. المقادير اللي عندي دي، مقادير الصوص ده بيعمل صينيه صغيره جدا، اللي هي مقاس حوالي 25 سرفيس صغير. هو طبعا ما خدش المكرونه كلها، بس المقادير الصوص ده على مقادير الصينيه اللي عندنا. طيب في حاجة كمان، احنا هنغطيها طبعا بالورق الفويل طالما اننا ما اديناهاش سلقة 5 دقايق من فوق. هنغطيها برضو بالورق الفويل، وهنعمل فتحات بالورق من فوق عشان البخار برضو يخرج منه، وهندخله على فرن حامي، وهنوطي النار خالص، هتبقى على 180 درجة، وهنسيبه لمدة 20 دقيقة على النار في الفرن. وبعد كده ابتدي ان انا اشيل السرفيس بعد ما اتاكد انها استوت، وارش الجبنه الموتزاريلا. هي ممكن تاخد معاكم من 20 30 دقيقه على حسب كل فرن. هرش الجبنه الموتزاريلا من فوق، وبعد كده ان انا ادخلها تاني بقى وانا شايله الفويل، واسيبها لغايه لما الجبنه تسيح برضو على الهادي. بصوا القوام كده خفيف، انا مش عايزاه لا خفيف قوي قوي ولا تقيل، انا عايزاه وسط. هجيب بقى المكرونه بتاعتي، وبعد كده هبتدي ان انا احشيها واحدة واحدة، طبعا براحة، بنتعامل معاها بهدوء خالص لانها سهل انها تتكسر. طبعا يفضل انكم تحشوها بايديكم، هتبقى اسهل بكتير بدل المعلقة. انا كده حشيتها، هبتدي احشيها بايدي احسن. بعد كده هجيب الصينية زي ما قلت لكم مقاس 25 صغيرة، وطبعا فيكم تضاعفوا الكمية زي ما انتم حابين.
هنزل بقى نص الصوص اللي عندي في الصينية، وبعد كده ابتدي ان انا انزل المكرونة ارصها، وبعد كده انزل بقية الصوص، وبعد كده ادخلها الفرن. عاوزة اقول لكم ان الوصفة جميلة جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي، والحشوة كمان طعمها مختلف وجميل. والحشو ممكن طبعا تستخدموها في اي حاجة تاني، مش شرط بس ان انتوا تحشوا بيها الكنالوني. ممكن تستخدموها رز بشعرية، شوية ملوخية جنبيه، جميل جدا. بجد بجد تحفة وهتبهركم، وهتبقى شيك جدا وحلوة قوي في العزومات، جميلة قوي. كده خلاص احنا طلعناها بعد 20 دقيقة. هنحط بقى الجبنة زي ما انتم شايفين، وبعد كده هندخلها 10 دقايق على نار هادية زي ما احنا برضو، لحد لما الجبنة تسيح براحتها، وطبعا هنكون شلنا الفويل من عليها. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.